5 مسلسلات بقضايا اجتماعيه مختلفه السنه دي في رمضان. تعال نلم الدنيا سوا واحكي لك عن مسلسلات ناقشت قضايا مختلفه. اول مسلسل وهو لام شمسيه اللي بيناقش توبيك حساس جدا وهو التحرش الجنسي بالاطفال. الملفت كمان ان المخرج كريم الشناوي مخرج مسلسل لام شمسيه قال ان ساره عزيز مديره ومؤسسه سيف ايجيبت كانت موجوده في التصوير، ودورها كان مراجعه المحتوى العلمي والنفسي للطفل علي اللي بيمثل دور يوسف في المسلسل. والمسلسل من بطوله امينه خليل، محمد شاهين، واحمد السعدني، ويسرا اللوي. تاني مسلسل وهو منتهي الصلاحيه لمحمد فراج اللي بيتكلم عن المراهنات الالكترونيه، والموضوع ده مهم جدا خصوصا بسبب كميه ابلكيشنز المراهنات اللي انتشرت بين فئه كبيره قوي من الشباب واللي موجوده بشكل كبير في عالم الكوره من مراهنات على نتائج الماتشات وغيره. ثالث مسلسل وهو ولاد الشمس اللي بيتكلم عن الاطفال الايتام اللي بيكبروا وبيتربوا جوه دور الرعايه، وازاي لو ما خدوش الرعايه المظبوطه ممكن يتم استغلالهم في ان هم يعملوا حاجات مش صح. والمسلسل من بطوله احمد مالك وطه دسوقي ومحمود حميدي. رابع مسلسل وهو ظلم المصطبه اللي بيتكلم عن العنف الاسري، والمسلسل من بطوله اياد نصار وريهام عبد الغفور اللي يعني طلعت عينيها في المسلسل وفتحي عبد الوهاب. وفي كمان مسلسل الاميره ضل حيطه لياسمين صبري ونيكولا معوض اللي بيتكلم عن نفس الموضوع. خامس واخر مسلسل وهو حسبة عمري لروجينا ومحمود البزاوي وعمرو عبد الجليل اللي بيتكلم عن حق المطالبه بالكد والسعي، وده اللي بتحاول تعمله بطله المسلسل مع جوزها اللي طلقها بعد جواز استمر لسنين طويله. فقولوا لنا بقى في الكومنتس متابعين ايه من المسلسلات دي، وهل في مسلسلات تانية فيها قضايا لفتت نظركم؟